وصفت قصاصة إخبارية أوردها الموقع الإعلامي التابع لقناة الجزيرة القطرية دولة الجزائر بالمقاطعة الفرنسية، وذلك في تقريرها حول حادث السير الذي تعرض له موكب الرئيس الموريتاني أمس يوم الخميس. ووفق متتبعين، فإن من يعرف حرص قناة الجزيرة على التعامل مع المواد الإخبارية بمهنية واحترافية عالية سوف يعي أن القناة لم تسقط سهوا في خطأ وصف الجزائر بالفرنسية. وفي تعليق للدكتور المغربي عبد الحق الصنيبي، قال إن قناة الجزيرة تعاملت بمهنية عالية واحترمت التصنيفات القانونية للدول عندما أكدت بأن الجزائر مقاطعة فرنسية. وأضاف الدكتور الصنيبي أن الوصف الذي أوردته قناة الجزيرة يعتبر صحيحا بالرجوع إلى بنود اتفاقية إيفيان، والتي منحت شعب الجزائر الحكم الذاتي تحت السيادة الفرنسية. وجاء وصف الجزائر بالفرنسية ضمن تقرير إخباري نشرته قناة الجزيرة نهار اليوم الجمعة عن حادث سير تعرض له موكب الرئيس الموريتاني خلال عودته من تدشين أول معبر حدود بين موريتانيا والجزائر. وإثر هذا الحادث لقي أحد الحراس المرافقين للرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني مصرعه، بحيث جرى نقل جثته إلى مستشفى محلي بتندوف، بينما أصيب حارس آخر بجروح مما استدعى إخضاعه للعلاج. وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الموريتاني قد أشرف أيضا على بدء إنجاز الطريق الرابط بين مدينة الزويرات الموريتاني وتندوف جنوب غرب الجزائر، والذي يبلغ طوله أكثر من 700 كيلومتر.